السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ معلش والله كان عندي ظروف حبايبي ومتابعيني وما صورتش بقالي فترة ما طلعتش ولا صورت. النهارده بقى عامله لكم الملوخية قبل الملوخية ما تخلص وتنزل الملوخية اللي هي مش حلوة دي بتاعت الشتاء، دي الملوخية البلدي الصبر بتبقى مش حلوة. بص حبايبي الخضار بتاعها والله احنا طول الصيف بنعملها كده، وانا الصراحه رحت عندي بنتي لقيتها على طول تجيب وتحطها، بقول لها الله ده جميله انت ده ما كده مش بتعملي مجهود. قالت لي بقطفها واغسلها والله يا ماما احطها في اكياس. والله حبيت اعملها معاكم حبايبي اهي، بسم الله ما شاء الله. بص حبايبي طول الصيف نجيب جبنه 2 كيلو وجبنه كيلو، اللي اتبقى منه بنقطفه ونغسله ونحطه في التلاجة وبألف هنا وشفا. بص الملوخيه وجمالها. عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. نزلت النهارده السوق، الملوخيه البلدي خلاص قربت تخلص، كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى انا جبت شويه حبه حلوين كده قطفتهم وهغسلهم وانشفهم ونفرزهم مع بعضنا، اوريكم تفريز الملوخيه البلدي قبل ما تخلص. ملوخيتنا نشفت حبايبي اهي، انا فرشتها باتت والصبح قلت اغلفها بقى قدامكم احطها في اكياس. كل واحد بقى عارف مقدار الطبخه بتاعته، يعني انا بعمل مقدار نص كيلو. عبيته في الاكياس، انا ما حبيتش اربط الكيس، حطه كده في الديب فريزر عشان تطلع ما يفتحش كتله واحده عشان اعرف اضربه في الكبه. الملوخيه بتاعتنا حبايبي اللي جففناها مع بعضينا، انا الكبه بتاعتي جاهزه، لازم تكون على طول حاجتك جاهزه قبل ما تخرجيها، ما تخليهاش تفوت. شايفين الصوت بتلجها. حط بقيه شويه في الكيس. اهم حاجه ما تفكش منك من التلج، عشان لو اتفكت مش هتلف معاكي. بصي حبايبي مش معجنه زي ما تكون خرطينها بالمخرطه. بص عامله ازاي. الشوربه بتاعتي بتغلي اهي، شوربه لحمه شوربه فراخ بقى المتوفر عندك. هنزل بها بالملوخيه. الخضار بتاعها انا ما بحبش صراحه ربنا اخزنها، اللي هي بتتخرط دي مش بتبقى حلوه كده، بتبقى زي طازه وفريش. نشيلها بقى معلقتين سمنه، انا لسه معلقه ثومه، رشه ملح صغيره. اساس الملوخيه بقى سواء ناشفه سواء خضراء، كزبره، معلقه كزبره كده، الكزبره الناشفه تديها ريحه وطعم. خضار الملوخيه يا بنات